بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات طبعا. القناه دي جديده واول مره اصور فيها فيديوهات، فعايزاكم تشجعوني كده عشان خاطر القناه التانية ما اترفعتش ليا خالص، وانا تعبت فيها جدا الصراحه. انا كنت بفتكر ان اللي بيفتح قناه ده يعني اول ما يفتحها يكسب منها ويعمل منها، بس انا الصراحه تعبت عليها جدا، وبعدين مستخسره ان انا يعني اقفلها او ابيعها او كده اهوت، لاني تعبت فيها جدا، واللي فاتح قناه عارف الكلام اللي انا بقوله. فهي ما اترفعتش ليا لان للاسف ان انا عملت فيها غلطه شنيعه اول ما فتحتها، ان انا اشتريت مشتركين واشتريت مشاهدات، ده اليوتيوب مش بتحفزه خالص. فعايزاكم بقى، انا فتحت القناه دي بعد تعب سنتين وشويه في القناه التانية، فيمكن القناه دي ترفع او كده، او اليوتيوب يحن عليا، او انتوا تحنوا عليا او كده وتشجعوني، لان انا كنت بفتكر ان اللي بيعمل الفيديوهات ده ما بيتعبش خالص. لقيت ان تعب، يعني تعب السنين والله، بس لدرجه ان انا اتعلقت في القناه ومش عارفه ولا مني ارجع لورا ولا مني اتقدم لقدام. فطبعا جيت لكم بالقناه دي بقى عشان خاطر تشجعوني، واللي يشوف الفيديو بتاعي الجديد دوت ده بعد سنتين ونص من التعب وشقة وسهر ليالي. الصراحة أنا كنت بسمع الناس بتقول الكلام ده وكنتش بصدقهم، ازاي سهر ليالي، وازاي ان الواحد بيسهر على قناته، وان ازاي ان الواحد يقعد ينتج ويقعد يعمل وينزل ويستنى مين اللي يتفرج على الفيديو ومين اللي ثواني بس. فبقول لكم بقى ان الواحد كان بيفتكر ان هو الواحد بس مجرد ان هو تنزلي فيديو وترفعيه على اليوتيوب وخلاص. لقيت لا، طبعا ده تعب جامد جدا علينا، والصراحه الواحد بيتعلق في القناه ده كده عشان خاطر بيتعب عليها. انتوا عارفين يعني ايه حد يقعد يكبر حاجه ويكبر حاجه؟ عيالي بيقولوا لي ما تفرجيها سيره وخلاص بقى يا ماما، وخلاص ما جابتش همها. ولا طبعا عشان هم ما جربوش التعب اللي انا والاصرار اللي انا كنت فيه. يعني اللي بيعمل حاجه بيبقى مصر ان هو على النجاح، ومصر ان هو يطلع احسن ما عنده، ودي حاجه انا حباها اصلا يعني. انا محبذاها وحباها، فاستحاله ان انت تحبي حاجه وبعدين فجاه تكرهيها. يعني تكرهيها ليه؟ في حد بيكرهك فيها، فانا مش عايزاك تكرهوني فيها، لان الصراحه انا مصره جامد على النجاح، والنجاح ده حاجه يعني جميله جدا وحاجه حلوه جدا. اللي مصر على النجاح ده بيبقى حاجه كويسه، مش لدرجه ان انتوا تقولوا له يا عمي روح انت ما عملتش حاجه، او يا عمي روح انت انجزت ايه في سنتين، او اللي كانوا فاتحين قنوات معايا. الصراحه هم في حته تانية خالص، بس ده مش عشان خاطر يعني عدم نجاح مني، او ان انا قصرت في حاجه، او ان انا مش قناتي مش كويسه. لا، قناتي والله العظيم يعني منافسه للقنوات الكبيره، وهي كتير جدا. ما حدش احبطني ولا قال لي ان قناتك فيها اي حاجه وحشه، بالعكس كل اللي يخش يقول لي قناتك ما اترفعتش ليه، قناتك المفروض ان هي كانت تبقى في حته تانية دلوقتي. بس للاسف ان طبعا الحاجات دي حظوظ وارزاق، وانا مقتنعه بكده جدا. ما كانش رزقي هيبقى في اليوتيوب، هيبقى رزقي اكيد طبعا ربنا كاتبه لي في حاجه تانية، بس ده بيبقى مجرد بس يعني خذلان ان الواحد يبقى داخل حاجه ويبقى حاطط في دماغه ان هو هينجح وما ينجحش. ده بس كل الموضوع، ان الفشل طعمه مر قوي، طعمه وحش قوي. فانا مش عايزه طبعا ابقى فاشله قدامكم، وابقى فاشله قدام نفسي، وابقى فاشله قدام كل اللي حواليا، لان انا مش فاشله، وانا ما بحبش الفشل. الفشل ده لو انت عملت حاجه وحشه ولقيتي مثلا انتقاد من اي حد، او انتقاد من اللي حواليكي او كده، ويقول لك لا، او قناتك مش تنجح، لكن بالعكس كل اللي حواليكي بيشجعوك ويقولوا لك ان قناتك ليه ما اترفعتش، او قناتك حلوه، ايه اللي يخلي اليوتيوب لغايه دلوقتي ما يرفعهاش. اللي انا قلت لكم ان هو اللي خلى اليوتيوب بس ما يرفعهاش، هو ان انا اشتريت مشتركين واشتريت مشاهدات، حبيت اقصر الطريق على نفسي، بس بالعكس انا طولته جدا. وانا طبعا تبادل الاشتراكات والحاجات دي بنصح القنوات الصغيره او القنوات اللي لسه مبتدئه اوعوا تعملوها، وبدليني وبدلك ولعبيني ولعبك ومش عارف ايه. لا طبعا الحاجات دي مضره جدا للقناه. اليوتيوب مش بيقترح لك القناه بتاعتك وبيبقى عارف ان قناتك قائمه على تبادل الاشتراكات وعلى الحاجات دي. لا، اليوتيوب عايز كل المشترك اللي يخش لك القناه بتاعتك يبقى هو تعبان، وهو يبقى هو حابك، ويبقى هو حابب محتواكي، ويبقى حابب ان هو يتفرج عليكي. عشان كده يبقى مشترك بجد. لكن انا عماله كل شويه كل ما اعمل مشتركين اليوتيوب يحذفهم، كل ما اعمل مشتركين اليوتيوب يحذفهم، فزي ما اكون يعني بنفخ في قربه مقطوعه وبتعلق كده في حبال الهواء الدايبه. فانا قررت الصراحه يا رب تبقى كل سنه وانتم طيبين. طبعا نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين في اول الفيديو. كل سنه وانتم طيبين يا رب. السنه اللي فاتت دي طبعا مشيت باحزانها وباوجاعها وبكل النقاط السلبيه اللي فيها، ونخش السنه الجديده طبعا تكون سنه سعيده علينا كلنا، وتكون كل نفسه في حاجه يحققها.
وانا اول واحده فيكم ان انا نفسي احقق كل اللي بتمناه، لان انا اللي كنت بتمناه غير كده خالص الصراحه، مش عشان فلوس او حاجه، لا والله العظيم. انا لما باجي ابص على الاحصائيات بتاعتي، اول حاجه ببص عليها المشاهدات، مش ببص على الارباح خالص. الارباح دي اخر حاجه، يعني طبعا الواحد بيتعب عشان خاطر يلاقي جزاء تعبه، بس اخر حاجه اللي هي الارباح، لان الارباح ما بتجيش الا نتيجه حب الناس للواحد. لكن انتوا مش هتحبوني يبقى خلاص كده هوت، انا مش هقدر اكمل. ونفسي كده هوت اللي يخش القناه بتاعتي يخش على القناه التانية، هكتب لكم اللينك بتاعها تحت في اول تعليق مثبت، وهكتب لكم اللينك بتاعها. خشوا بصوا عليها بصه كده واكتبوا لي رايكم فيها. هل ان انا اقفلها او ان انا ابيعها؟ طبعا بتبقى صعبه عليا جدا، لان يعني انجاز سنتين وشويه من شهر 9 اللي هو اللي فات ده، لا اللي قبله، يعني 9 اللي جاي ده هكمل 3 سنين فيها، اللي هي القناه التانية دي. فطبعا عايزه اللي هي القناه اللي هي الجديده دي طبعا آه، تترفع، وعايزه اكمل الشروط. طبعا قبل الشروط بقت صعبه جدا بتاعت اليوتيوب، ما بقاش 4000 ساعه مشاهده بس و1000 مشترك. ده بقى كمان كام 10000 مليون مشاهده في الشورتس، مش عارفه ايه ده يعني. انا لسه متاكدتش من الموضوع ده، مش عايزه انتبه له قوي عشان ما احبطش من اولها. فطبعا ربنا المعين، ويمكن لعل الله يعني يحدث امرا. فطبعا انا مستنيه رزق من ربنا، ونفسي كده تشجعوني، ونفسي تخشوا تقلبوا كده في القناه التانية، وتقولوا لي هي حلوه ولا وحشه، ولا اقفلها ولا ابيعها، ولا ما اعرفش اعمل فيها ايه الصراحه. لان انا اتعلقت فيها جدا، ممكن حد بتكبريه كده وتبقي مخلفاه، وطبعا تعبت في عيلك، ازاي هتبيعيه او ازاي هتنزلي لحد تاني عنه. فطبعا خليكم كده معايا، وبالله عليكم اللي تخش القناه تعمل لي لايك وتعمل لي اشتراك، عشان خاطر بس ابقى متفائله، تبقى سنه جميله كلها يعني علينا كده، كلها تفاؤل وكلها نجاح. و انا معلش اعذروني، اي قناه تخش عشان خاطر تقول لي بدليني ونتبادل اشتراكات، طبعا الحاجات دي منهي عنها خالص في اليوتيوب. بيبقى غصب عني والله، ان مثلا قناه بيبقى نفسي، ببقى حاسه بيكي ان انت تعبتي، ان انت عايزه تكتري المشتركين بتوعك. بس اكبر غلطه في حياتي اللي انا عملتها ان انت تشتري مشتركين. المشتركين دول اول حاجه بيبقوا فيك، مش بيبقوا مشتركينك اللي هم بيبقوا حابين يتفرجوا عليكي. ليه؟ انا ببادل قناه، بيبقى عباره عن شغل، يعني انا ببادلها وهي بتبادلني. هل هي هتتفرج على قناتي؟ اول ما بيجي لها الاشعار مش هتتفرج على قناتي، بيجي لها الاشعار وخلاص. ويا عالم بتعمل الاشعار للكل ولا لا؟ يعني ممكن في قنوات بتعمل ان الاشعار ما يجيلهاش، فاليوتيوب بيروح نشر الاشعارات اول مثلا 10 دقائق او اول نص ساعه، يروح نشر الاشعارات دي كلها على الناس اللي مشتركين عندك. ما بيلاقيش ان حد جالك وفتح القناه بتاعتك وفتح الفيديو بتاعك، فتبص تلاقي الفيديو بتاعك بيقع، وكانك يا ابو زيد ما غزلت. ف دي حاجه بتضري بيها نفسك. انا ما كنتش اعرف الصراحه ساعه ما انا عملت كده، ما كانتش لسه قنواتي اللي بتاعت الشروحات اشتهرت او كده، وانا ما اتقصتش او حاجه زي كده، اتسرعت. فانا كنت فاكره ان حاجه زي كده يعني اليوتيوب سامح بيه، واليوتيوب هو اللي مدي يعني تصريح لان احنا نشتري ساعات والسيرفرات والحاجات دي. فانا ما كنتش اعرف. لو انا كنت اعرف انا كنت اثرت على نفس الطريق، ولا كنت اشتريت ولا كنت عملت. بس هم ضروني، قعدت سنه بحالها، سنه ويمكن وشويه، وانا واقفه على البوتاجاز بعمل اشتراكات، وانا باكل بعمل اشتراكات، وانا قبل ما انام اشغل التليفون على المشاهدات اللاحقه، عشان خاطر هي طبعا بتشغل لي وانا بشغل لها. فطبعا الحاجات دي ضرت القناه جدا، واليوتيوب بيعرف اي حاجه انت بتعمليها، لدرجه انا لما بنزل لينك على الفيس، اليوتيوب بيروح عارف ان انا نزلت اللينك ده بتاع الفيديو ده على الفيس، فبيروح عارضه لي في الاحصائيات عندي على اليوتيوب. يعني اليوتيوب بيبقى عارف كل حاجه. اوعوا تفتكروا ان انتوا هتعملوا حاجه او تعملوا حاجه غلط او في بي ان او حاجه زي كده، اليوتيوب مش بيبقى عارف بيها. كل الحاجات دي غلط. انا بنصح القنوات اللي هي لسه مبتدئه، انا ما لقيتش حد ينصحني. فاللهم صل على النبي. طبعا عايزاكم ان انتوا تشجعوني كده. القناه دي هفتحها كده يا رب يكون وشها حلو ووش السعد عليا، مش عشان اي حاجه، عشان بس ابقى متباهيه بنفسي قدام نفسي وقدام اللي حواليا كلهم، ان انا عملت حاجه، وان انا عارفين بحس كده في حد ممكن يشمت في الواحده، ده ما عملتش حاجه، ده بتنفخ في قربه مقطوعه، بص مشاهداتها قد ايه، بص ما اعرفش ايه. وده مش بيبقى ذنبي الصراحه، دي بتبقى ارزاق، وبتبقى توفيق من عند ربنا اول حاجه. وربنا هو اللي بيبقى كاتب لك. يعني ممكن قناه تعمل اللي انا عملته وتنجح وتضرب في الجو تبقى اكبر قناه، وممكن قناه تعمل حاجه زي كده وربنا ما يوفقهاش. فدي طبعا كلها ارزاق وتقسيم بتاعت ربنا. انا مش عايزه ارغي كتير عشان ما اطولش عليكم الفيديو.
فيا رب تشجعوني بس، او اللي يخش عندي في القناه بتاعتي دي بالذات، اللي هيشاهدني يعمل لي اشتراك، مش هتشاهدني خلاص ما تعمليش اشتراك وما تاذينيش، لان اليوتيوب بيبعت اشعارات ليكي وانت ما بتفتحيش الفيديو، فانت كده بتعتبري بتاذيني. تعالوا بقى النهارده هنعمل فيديو حلو قوي في القناه كده، اول فيديو يبقى في القناه. هنلف لفه كده في الاوضه بتاعت الليفنج، وهنحتفل طبعا بالكريسماس. طبعا احنا مش بنحتفل بالكريسماس خالص عشان المسيحيين طبعا اخواتنا حبايبنا، بس يعني ده بيبقى فرحه كده، ان عادات احنا خدنا عليها من صغرنا، ان لازم يبقى في حته تاتش كده في راس السنه، يعني فرحه كفرحه للواحد وكفرحه للي في البيت. فشجعوني كده بلايك بالله عليكم، واللي تخش تعمل لي كومنت تعرفني ان هي جديده في القناه عشان ادخل ارحب بيها. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا. واللي هتخش على راسي من فوق وهتبقى اختي من اخواتي، لان انا الصراحه مفتقد الصحاب ومفتقد الجيران ومفتقد اللمه. نفسي اتكلم وارغي معاكم كتير، بس هي القناه دي بس مجرد ان احنا بس نبقى بنتواصل مع بعض مش اكتر. يا رب يخليكم ليا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الفيديو.